في حديث مطول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحدث عما رآه في سدرة المنتهى، قال: رأيت أناس قد تدلت ألسنتهم على صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمته. نعم، هم خطباء الأمة الذين يقولون أو يطوعون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية لتوافق أهواءهم وأهواء السلاطين الذين يحكمونهم بحق أو بغير حق. أول حاجة نعرف كلنا أن الإمارات الدولة المصطنعة التي اصطنعها اليهود هي الدائم الأساسي لكثير من هؤلاء الميليشيات، سواء في السودان أو في غير السودان. وأنا لا أريد أن أسمي الدول التي غير السودان، فمواطني تلك الدول فأحق بالكلام مني يطلعوا. ونعم نعلم كثير من النشطاء الذين يتحدثون في دويلة الشرق أو دويلة الساحل المتصالح التي قد أودت بحياة كثير من شباب المسلمين بإغراءات مادية كي يعملوا لصالحها ويعملوا ضد شعوبهم وضد أمتهم، بدل أن يكونوا خدما لدولتهم وخدما لأهلهم أصبحوا خدما للكيان الصهيوني.